السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهارده عايزين نتكلم ونتناقش مع بعض عن ماتش نادي الزمالك وماتش حرس الحدود اللي خلص بنتيجة 3-0، وهل هي نتيجة عادلة أم نتيجة خادعة لجمهور نادي الزمالك؟ بدأ نادي الزمالك اللقاء تحت قيادة الكابتن مدحت عبد الهادي اللي اعتمد على طريقة 4-2-3-1. خد بالكم من الاثنين بتوع خط الوسط دول لأن هنرجع لهم تاني. بدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد صبحي حارس مرمى، الحارس اللي بدأ ياخد ماتشات ومستواه يتحسن ويتقدم، ولو استمر على المستوى ده مع نادي الزمالك أعتقد إن محمد شناوي حارس مرمى النادي الأهلي هيواجه منافسة صعبة مع محمد صبحي على مركز حراسة مرمى منتخب مصر. وبدأ اللقاء بخط دفاع مكون من 4 لعيبة، على اليمين حمزة المسلوسي، جنبه محمود حمدي الونش، جنبه حسام عبد المجيد، جنبه أحمد فتوح، واثنين في خط الوسط، تركيبة غريبة عجيبة زي ما بيقولوا، ما ينفعش يلعبوا مع بعض أبدا، دونجا ومحمد عبد الغني في خط الوسط، وثلاثة قدامهم، على اليمين زيزو، وفي النص شادو سترايكر أو مركز 9.5 بيلعب إبراهيم مصطفى شلبي، قدامهم مهاجم وحيد ناصر منسي، مهاجم قناص نادي الزمالك الجديد. بدأ الزمالك اللقاء بإحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب ناصر منسي، المهاجم القناص فعلا، المهاجم الجديد القناص اللي يستاهل فرصة إنه يبقى أساسي مع نادي الزمالك، وأعتقد إن هو ممكن يروح منتخب مصر قريبا. وبدأ الزمالك اللقاء بإحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب القناص الجديد ناصر منسي، وقبل ما يخلص الشوط الأول أحرز اللاعب حسام عبد المجيد المتميز بالرأسيات من عرضية من زيزو بالكربون زي الموسم اللي الزمالك توج فيه ببطولة الدوري، عرضية من زيزو بيقابلها حسام عبد المجيد بدماغه في المرمى. في الثالث أحرزه اللاعب المغربي اللي كان لسه نازل من على دكة البدلاء اللاعب أحمد بالحاج، بعد اختراق أكتر من رائع من اللاعب سيف فاروق جعفر اللي قدر يعدي ويلعب كرة بالعرض على الأرض للاعب أحمد بالحاج اللي كان واقف على حدود منطقة الجزاء وقدر يشوطها في الزحمة عشان الحارس ما يشوفهاش وتدخل الهدف الثالث لصالح مدحت عبد الهادي. ظالم أو مظلوم في نادي الزمالك في الماتشين اللي أدارهم لنادي الزمالك. هو ليه إيجابيات وليه سلبيات. من إيجابياته إنه عمل البيزك، عمل الأساسيات لأي فريق كورة. الباك رايت حطه باك رايت، حمزة المسلوسي باك رايت حطه باك رايت، الباك ليفت أحمد الفتوح لعبه باك ليفت، ما ألفش في الكورة يعني. وبالنسبة لخط الدفاع فهو بدأ يتحسن شوية بعودة الونش طبعا، وثبت جنبه حسام عبد المجيد، بدأوا يتعاونوا مع بعض وبدأوا يرجعوا لمستواهم بتاع الموسم اللي فات. بالنسبة لخط الوسط هو ده الكارثة، هو ده الكابتن مدحت هادي ظلم نادي الزمالك فيه بإشراك دونجا ومحمد عبد الغني في خط الوسط، الاثنين ما بيعرفوش يستلموا ولا يسلموا الكرة صح. من دونجا الماتش الأخير بدأ يستعيد شيء من مستواه، بدأ يتحسن إلى حد ما، لكن محمد عبد الغني في خط الوسط ظالم نفسه، ظالم الزمالك معاه، ما بيعرفش يستلم ولا بيعرف يسلم ولا بيطلع بالكورة، وده السبب ان نادي حرس الحدود اتجرأ على نادي الزمالك وضغط نادي الزمالك في الشوط الثاني كله بسبب ضعف خط الوسط. خط وسط ضعيف جدا، تأثيره الدفاعي ضعيف، لان محمد عبد الغني ودونجا مش عارفين يطلعوا بالكوره كويس خالص. الى حد ما دونجا كان كويس في استخلاص الكوره، لكن جنبه محمد عبد الغني مفيش اي حاجه في خط الوسط. والحاجه اللي انا مستغرب لها هي اشراك والاصرار على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لعب حوالي 70 دقيقه او 75 دقيقه ملوش اي تأثير هجومي ولا دفاعي ولا كأنه بيلعب ولا ظهر في الملعب. ايه لازمه الاصرار عليه؟ ليه؟ وعندي سؤال نفسي اساله لكل مدربين نادي الزمالك والكابتن مدحت عبد الهادي، ليه يوسف اسامه نبيه ما ياخدش كل الفرص اللي بياخدها مصطفى شلبي؟ على الاقل ابن من ابناء النادي ولعيب ما كلفش نادي الزمالك حاجه، ولعيب اسرع منه بكتير من مصطفى شلبي، ومهاجم فعلا وبيجيب اجوان ورصيده التهديفي اعلى بكتير من مصطفى شلبي. ليه الاصرار على مصطفى شلبي؟